بعلاقات الكابتن هاني مشكورا وبشكره من خلالك والله، يعني بيحاول يبذل احسن حاجه لكل المنتخبات. رحنا نلعب ماتشين في المغرب في شهر 8 قبل كاس الامم، سوري قبل كاس العالم. فرحت لعبت ميكس، هو مش ميكس. رحت لعبت في فرقه 2007، منتخب ال 2007 مطعم بثلاث لعيبه من ال 2005، من ضمنهم الحارس اللي لعب معاهم في كاس العالم ونزلوه صد لهم ضربات الجزاء. اه. هو ده الحارس كرقم 3 بالمناسبه. وكابتن المنتخب كان اسمه وضاح حاجه. مم. فانا مش شايف، انا قابلته قابلته قرعة. في القرعه في شهر 6 وراح العب شهر 8. فانا عارف ومتاكد ان انا مش هشوف حد من محترفينه اجنده، وده شهر 8 ما فيهوش اجنده. فما سالتوش. فالمساعد بتاعي المدرب العام بيساله، بيقول له عنده علاقه، شايفه بقاله كتير، بيتعاملوا بعض، بيشوفوا بعض بقالهم مم. كتير. هو فقال له ده ما فيش غير كابتن فرقه وضاح ده اللي قال له ما دي مش اجنده بالمناسبه الفرقه دي كلها مواليد 2007. اصلا. قال لي دي مواليد 2007. قلت له ما هو باين على وشوشهم ان هم 2007. عملنا ماتشين جامدين بقوه وشراسه. ماتش 0-0 وماتش 1-1. شايف منتخب مصر ليه حظوظ في كأس العالم انه يطلع يتأهل للدور الثاني؟ مش امنيات، وجهة نظرك كمدرب، انا اه عارف انك اكيد تتمنى النجاح، اه بس طبعا. انا كراجل مدرب ودربت منتخبات ورحت كأس عالم شايف ان لينا حظوظ نعدي. اه لينا حظوظ كبيره ان شاء الله باذن الله، خصوصا ان في مؤشرات مع الكابتن حسام ان هو بيلعب بفكر ونظام، بيغير الطريقه داخل الملعب، بيشتغل باكتر من شكل. فتنظيمه ده انا اتخيل ان هو هيبقى عارف عايز ايه من الماتشات. خد بالك ان احنا في كاس العالم اللي هو نفسنا نتخطى الدور، نعمل اي نفسنا حاجة جديدة، بس يعني نعمل حاجة جديدة. يعني مثلا انا على سبيل المثال كان معايا حد في كاس العالم للشباب فقال لي، فانا لسه عبوس بعد ماتش شيلي ولسه قلت له ما تاهلناش والبتاع، وقال له هتقعدوا يومين كمان لحد ما تشوفوا حتى المجاميع كلها مم. عشان ممكن تتاهل تالت، افضل احسن ثالث. تالت في المجموعه. فوشي فضل بتاع. قال لي يا اخي افرح، افرح، افرح انت كسبت ماتش في كاس العالم. فقلت له ما هو مش هو ده الموضوع. افرح ان انا دورين في كاس العالم، هي دي الفرحه فعلا والسعاده اللي الواحد، لكن لو افرح اكسب ماتش في كاس العالم. انا شايف ان الكابتن حسام لا يعني عامل فرقه. اتمنى ان شاء الله الاسبوعين دول بقى يخلصوا على خير، عشان لعيبته تفضل فت ولعيبته تفضل جاهزه ما يمرش باي مراحل من مطبات اصابات لا قدر الله ولا حاجه، عشان تفضل الفرقه بالشكل اللي هي ظهرت عليه ماتش اسبانيا. وماتش اسبانيا ده ماتش مهم جدا جدا جدا. وروسيا مع البرازيل لازم يتلعبوا بنظام وفكر منظم والسيستم كويس، علشان ما يأثرش عليك معنويا قبل ما تروح البطولة.